هارت اوف ستون، وده فيلم اكشن وتجسس وعملاء سريين، وبيحكي عن راشل ستون، واحدة من افضل العملاء السريين في العالم المفروض يعني، واللي بتشتغل لمنظمة سرية. المنظمة دي بتستخدم ذكاء اصطناعي قوي اسمه ذا هارت عشان تحافظ على السلام في العالم. راشل بتتورط في مهمة خطيرة لما بتلاقي نفسها مطاردة من قبل هاكر اسمها كيا دهوان، اللي بتحاول تسرق ذا هارت وتبيعه لأعداء المنظمة. راشل لازم تحارب كيا والمرتزقة اللي معاها في مطاردة حوالين العالم، ومع ذلك المفروض تحافظ على سرية هويتها هي وزملائها في MI6. الفيلم فيه حركات المفروض تكون خطيرة ومشاهد المفروض تبقى مثيرة، خصوصا انها تصور في اماكن جميلة زي ايطاليا والبرتغال وايسلندا، لكن في الاخر ده فيلم مسلوق. الفيلم من بطولة جال جادوت وجيمي دورنان وآليا بهات. ورأيي في فيلم هارت اوف ستون انه فيلم مش وحش بس مش حاجة تانية. الفيلم فيه حاجات حلوة وحاجات وحشة، بس مش بيعمل حاجة جديدة او مختلفة عن الافلام اللي شبهه. الفيلم بيحاول يكون فيلم اكشن وتجسس عالمي، بس مش قادر يوصل للمستوى اللي يخليه ينافس الافلام الكبيرة في نفس النوع. ممكن يعجب الناس اللي بتحب الاكشن والإثارة، بس مش هيعجب الناس اللي بتدور على قصة متعمقة او شخصيات متطورة او فكرة حتى مبتكرة. الفيلم عادي مش هيفضل في ذاكرة المشاهدين لفترة طويلة وبكرة نشوف. لكن تقول لي بقى ده اكتر فيلم متشاف على نتفليكس والكلام الفاضي بتاعك ده، فده معروف ان هو شيء سياسي عشان جال دي معروف هي جنسيتها ايه. ونيجي بقى لتمثيل جال جادوت، اللي هو عموما تمثيل مش مقنع ولا مؤثر، وبيخلي الشخصيات اللي بتمثلها تبقى بعيدة عن المشاهد ومش بتخليه يحس بانسجام معاها. جال جادوت اشتهرت بتمثيلها في دور ديانا برنس في وندر وومن وغيرها من افلام دي سي، بس تمثيلها في الافلام دي برضو كان بارد وجامد، مش بيعبر عن شخصية وندر وومن القوية والشجاعة، وبيبقى محدود في حركات وتعبير الوش والصوت. تمثيلها في معظم الافلام كان عادي ومش مؤثر، مش بيخلي الشخصية تبقى حقيقية او مختلفة عن باقي الافلام. هي في كل فيلم حبيبتي لابسة وش جبس على طول. دي واحدة محتاجة تطور تمثيلها اكتر بكتير من الوضع السيء الحالي، وتحاول تدخل في الشخصية اكتر وتستخدم موهبتها في العرض اكتر عشان تبقى ممثلة كويسة وما تبقاش باردة. وتقييم الفيلم هارت اوف ستون هو 5/10. وبس كده. لو عجب الفيديو ما تنساش تضغط لايك ودوس سبسكرايب عشان تشوف مراجعات وترشيحات جديدة. سلام.